السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير والف صحه. انا معاكم لولو من قناه لولو لايف ستايل. والنهارده جايه اتكلم عن سلسله مامي لاول مره. هتكلم فيها. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الحاجات اللي بتجيبيها للبيبي، تجهيزات الشنطه بتاعه المستشفى، الحاجات اللي انتي بتجيبيها، متوسط الاعداد بتاعتها. في ناس شافت ان انا كده مبذره، وفي ناس شافت لا ان انا كده كويسه. طبعا بتختلف الآراء، كل حد بيجيب تبع ميزانيته وتبع ظروفه. وطبعا لو عندك بيبي قبل كده بتاخدي حاجات مكان البيبي الأولاني، دي طبعا كل حد بيعملها تبع الظروف اللي هو بيشوفها مناسبة ليه. وبعد كده تاني حاجة اتكلمنا على الببرونات ونوعية الببرونات وأحسن ببرونة أنا ارتحت فيها ايه، وكلمتكم عن الدايبرز وأنواعها وكل حاجة ميزتها وعيبها أنا شفتها فيها ايه بالظبط. ده كانت الثلاث فيديوهات اللي انا عملتهم، وهسيبهم لكم تحت في الديسكريبشن بوكس للي حابب يتفرج عليهم تاني. النهارده جايه اتكلم بعد ما خلاص جبنا البيبي وجبنا الببرونات وعرفنا انواع الدايبرز ايه. البيبي جه بالسلامه، المفروض نبقى عارفين من قبليها احنا داخلين على ايه. ايه مراحل التطور والنمو بتاعت كل بيبي، والتغذيه بتاعته شكلها ايه. انا النهارده في الفيديو بتاع النهارده هتكلم في اول 3 شهور. اول 3 شهور البيبي دايما بيعتمد على الام في التغذيه، سواء انتي هترضعيه طبعا طبيعي، ربنا ينعم على كل ولادنا بالرضاعه الطبيعيه، او لو كانت الدنيا ما ظبطتش معاكي وحصلت عندك مشاكل ورضعتي صناعي. في الحالتين اول 3 شهور البيبي بيعتمد فيهم بس على اللبن او الرضاعه، سواء رضاعه صناعي او رضاعه طبيعي. بالنسبه لاول شهر هتلاقي البيبي بينام عندك فترات طويله جدا، يعني جزء كبير من اليوم بيناموا بس متقطع. يعني هو بينام حوالي من 15 ل 16 ساعة في أول شهر، بس نوم متقطع، يعني ما بينامهمش على بعض. فانتي هتلاقي بينام في اليوم كتير، بس هيتعبك شوية في أول 3 شهور ان هو نومه بيبقى متقطع. الوزن بتاع البيبي في أول شهر لما بيتولد، بعد ما بيتولد زي مثلا انتي والداه 3 كيلو ونص، هتلاقي نسبة 10% من الوزن ده بيفقدوا البيبي في أول شهر. ده لو حصل معاكي ولقيتي البيبي بيخس ما تخافيش خالص، بعد مرور أول شهر هيبتدي وزنه يزيد شوية بشوية. فحتة ان البيبي وزنه بيقل ما تخافيش منه خالص. الطول بتاعه هيزيد في أول شهرين من 3.5 ل5 سنتي. هتلاقي ابنك بيطول. طبعا مع الطول ده انت هتحسي ان هو بيخس، هو مش بيبقى بيخس. اهم حاجه تتابعي عنده دكتور، كل شهر لازم يبقى فيه زياره تعملي ابديت للوزن والطول، والدكتور يقيسلك المحيط بتاع دماغه قد ايه. ده بالنسبه لاول شهر. اول شهر مش بيبقى البيبي بيشوف كويس، فما تتخضيش ان هو هتحسي ان هو حتى لما تيجي ترضعيه هو مش بيبقى شايف، بيقعد يهز راسه يمين وشمال، يوديها يمين وشمال عشان يشوف فين الرضاعه. بس عنده حاجه كويسه قوي، ان انت هتلاقي السمع عنده كويس جدا. هتلاقيه بيستجيب للاصوات، بس مش الاصوات العاديه، لا الاصوات المفاجاه. الصوت العالي هتلاقيه بيستجيب له. لما تيجي تشغلي عشان تنيموهم بسهوله، البيبيهات في الاول بيبقوا متعبين جدا في نومهم. شغلي حاجه جنبه تعمل صوت متواصل، يعني صوت بوتيره واحده، زي مثلا صوت الغساله. لو شغلتي الغساله، صوت السشوار، صوت المكنسه اللي بالكهرباء، الحاجات دي هتساعده ان هو ينام. بس طبعا ما تجيبيش مكنسه بالكهرباء وتحطيها فوق راسه وتقولي له نام، لا، مثلا تقفلي باب الاوضه وتشغليها بره. الصوت ده هيفكره بنفس المناخ ونفس الصوت اللي كان عايش بيه جوه بطنك، فهيبتدي ياخد يعني ينام بشكل احسن. هتلاقوه في اول شهر ان هو لسه واخد على الوضع الجنين وهو في بطنك. هتلاقيه شويه لسه ايديه ورجليه مش بيتفردوا قوي. لسه تاني شويه مفاصله ما بتتفردش بشكل كويس. بالنسبه بقى لعدد الرضعات، ان انتي هتلاقي ان هو ممكن ياخد رضعه كل ساعتين، او كل ما هو يجوع. يعني ما تقيديش نفسك كل ساعتين، افرض ان هو جاع في النص تديله على طول، ما فيش فيها مشكله. لو بترضعي طبيعي هتلاقي الرضعه عندك هتستمر من تلت ساعه، من 20 دقيقه لحد 40 دقيقه الرضعه الواحده. فما فيش مشكله لو لقيتيه ان هو بيغيب، خلي عندك صبر وطولة بال واستحملي معاه. ده بالنسبه لاول شهر. تاني شهر هتلاقي النوم بتاعه ابتدى ينام فترات على بعضها، يعني مش ساعتين ويصحى وساعة ويصحى، لا، هتلاقيه بياخد مثلا 5 6 ساعات على بعض.
هتلاقيه بينامهم فتره على بعضها اطول. الوزن والطول بتوعه هيزيدوا بنفس الزياده اللي كان بيزيدها في اول شهر. الوزن بتاعه في اول شهر احنا قلنا مش بيزيد، بيقل، بس مع تاني شهر البيبي لازم كل شهر يزيد متوسط من 600 ل 900 جرام. فاقل حاجه البيبي بتاعك لازم يزيد 600 جرام كل شهر في اول 3 شهور. بالنسبه للرؤيه هيبتدي، او ان هو هيبتدي يشوف، بس يشوف من قريب، يعني الحاجه تبقى على بعد 15 سنتي هيبتدي يشوف الحاجه. هتلاقيه يعني هتبقى فيه ابتسامه، ممكن يبتسم ابتسامه، مش هيضحك ضحك، ابتسامه، وممكن تكون خفيفه. وفي اطفال يبتسموا يا ما يبتسموش، ما فيش فيها مشكله. هتلاقيه ابتدى شويه يفرد ايده شويه، مش زي الاول. ابتدى يحرك ايده، يفرد ايده ويفرد جسمه، يفرد رجله عن الشهر الاولاني. احسن حاجه بتفيد الطفل في الفتره دي ان انت تعملي له مساج. يعني بعد ما تديله الشاور مثلا بالليل، حطي زيت في ايدك ودفي الزيت في ايديكي كويس قوي، وابتدي اعملي له بيه مساج، هيريح جسمه جدا جدا جدا، وهتلاقيه ان هو بيبقى مبسوط وبيحاول يفرد جسمه معاكي. ده بالنسبه للشهر التاني. اما بالنسبه للشهر التالت فانت هتلاقي عندك برضو الطول بيزيد من 3.5 سنتي، والوزن بيزيد برضو بنفس المعدل اللي احنا قلنا عليه من 600 ل 900 جرام. الرؤية بيقدر، يعني ابتدى في الشهر الثالث بقى ابتدى يميز الوشوش، يعني هيشوف وشك كويس بتفاصيله بملامحه بكل حاجة، هيميز وشك عن وش مامتك عن وش باباه. التمارين لازم تعملي له تمارين في الشهر الثالث. تعملي ايه؟ ان انتي هيبقى نايم مفروض ونايم على السرير، ان انتي هتاخدي ايده بالراحه، ما تشديش دراعه، تمسكي كده من مفصل الكوع وفوق، وحاولي ان انتي تكوني مالكه ايده كويس، وتحاولي تسحبيه ان انتي تقوميه. الموضوع ده اولا هيقوي له ظهره كويس جدا، ما فيهوش اي خطر على ظهره. اهم حاجه شدتك لايده، ما تسحبيش وتشدي ايده قوي عشان ما تعمليش مثلا خلع في المفصل بتاع الكتف او في المفصل بتاع الكوع. بالراحه واحنا بنعمله، غنيله، ابتدي غنيله، هو هيبتدي يحاول يبقى فيه اللي هي مهاره التقليد، بس مش طبعا مش هيعمل زيك بالظبط، هتبقى حاجات خفيفه قوي. اقري له قصص، حاولي ان انت مثلا تيجي بالليل تقري له قصص، عودين ان انت لازم كل يوم تقري له. الرضاعه هيبقى بتدي فتره الرضاعه بتكبر شويه، بيرضع تقريبا كل 3 أو 4 ساعات. هتبتدي دلوقتي تنظمي مواعيد الرضعه، هتقدري في الشهر الثالث، في اخر الشهر الثالث تبتدي تنظمي مواعيد الرضعه. ده كان بالنسبه للتغذيه بتاعته وللحركات اللي هو هيعملها والنمو بتاعه. اول 3 شهور زي ما اتفقنا مش هنعمل اي حاجه غير ان احنا بنرضع طبيعي او صناعي. في ناس هبتدي اتكلم فيديو الجاي عن 3 شهور اللي بعد كده، في ناس بتحب ترضع تبتدي تاكل من الرابع، وفي ناس لا. انا عن نفسي ما اكلتش من الرابع، ابتديت ادوقه طعم كل حاجه واشوف ايه اللي بيعمل له مثلا حساسيه وايه اللي لا. الفيديو الجاي الاول هكلمكم عن المغص، الامساك، الزن اللي احنا بنشوفه في اول 3 شهور، وهقول لكم ايه الادويه اللي انا كنت باخدها واتعاملت معاها ازاي وايه اللي هيفيدنا في الموضوع ده. استنياكم الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا شير، لايك، سبسكرايب، واي حاجه سيبوها لي تحت في الكومنتات وهرد عليكم، والسلام عليكم.